اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ازيكم يا أحلى مشاهدين؟ يا رب تكونوا جميعا بخير وفي أحسن حال. تعالوا النهاردة يا حبايبي مع بعض هنعمل العيش الكريب. عيش الكريب الاقتصادي السهل الجميل الموفر، وهتعمليه في البيت بأقل الإمكانيات إن شاء الله. الأول معانا شفشق الخلاط، نزلنا بكوبايتين من اللبن، عليهم كوبايتين من الدقيق مع بيضاية ومعلقة صغيرة من السكر ومعلقة من الزيت. طبعًا لو حابة تستبدلي الحليب بالمَيّة عادي جدًا، هي نفس النتيجة، بس أنا حبيت أحُط الحليب عشان يبقى مغذي ودسم للأولاد. وهنضرب كل ودلوقتي معانا الطاسة على النار، مسحناها بمسحة منديل كده بالزيت دهنة صغننة، ومسحناها كويس ونزلنا بأول كريباية. طبعًا already أول كريباية بتبقاش مضبوطة، يعني ما بتبقاش حلوة أوي، لإن بتبقى أول تجربة أنتِ بتنزلي بيها على النار. أول ما يبدأ يعمل فقاقيع كده زي ما أنتِ شايفة، بتبدئي تقلبيها على الوش التاني. ما شاء الله اللهم بارك، سهل جدًا ما فيهوش أي افتكاسات خالص، مَيّة ودقيق وملح وسكر، بتعملي أحلى عيش كريب وموفر جدًا جدًا، وبتعملي أكبر كمية ممكنة، بتوفر لِك كتير عما تشتريه من برّه. شايفين ما شاء الله، وهو ده المطلوب. شايفين اللمعة اللي في الكريباية هي نفس اللمعة اللي بتبقى في الكريباية اللي بتجيبيها من برّه، ورقيق جدًا جدًا زي ما أنتِ شايفة. ولازم تجربي الحاجة مرة و2 و3 عشان تبقي أستاذة فيها. صدقيني باقول لِك عن تجربة، مرة و2 و3 ما شاء الله اللهم بارك هيطلع معاكِ بالجمال ده. سهل جدًا، وهاقول لِك على تركاية مفيدة ومهمة جدًا. لازم تشيلي الطاسة من على النار قبل ما تنزلي بالعجين بتاعِك، لازم الطاسة ما تبقاش سخنة جدًا، عشان أول ما تحطي العجينة هتلزق في الطاسة مش هتعرفي تفردي الرغيف. فلازم تشيلي الطاسة من على النار تبرد أو تهدى شوية بعد ما تشيلي منها الكريباية، وبعد كده تنزلي بالخليط التاني أو بالرغيف اللي بعده. ما شاء الله شايفين اللهم بارك، حاجة جميلة جدًا. يالّا يا حلوين كلنا نذكر الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونشترك في القناة ونفعل زر الجرس. بالله عليكِ ما تبخليش باللايك وكومنت، دعوة حلوة من قلوبكم. ربنا يجعل لنا قبول بين عباده اللهم آمين. شايفين الجمال ما شاء الله، تتنيها وتفرديها زي ما أنتِ عايزة، تلميها برضه وتفرديها تاني زي ما أنتِ عايزة، ما فيش أي مشكلة. نتيجة ممتازة ما شاء الله اللهم بارك. وعملت إيه يا أم كريم؟ عملت 17 رغيف كريب، أقسم بالله 17 رغيف كريب ما شاء الله بأقل إمكانياتك. يعني إيه؟ يعني 3 كوبايات دقيق. هاقول تاني، يعني 3 كوبايات دقيق يا أم كريم، هتحط عليهم 4 كوبايات من المَيّة، عليهم معلقة من السكر، معلقة من الزيت، هتضربيهم كويس جدًا في الخلاط، هتطلّعي 17 رغيف كريب زي ما أنتِ شايفة كده. ما شاء الله اللهم بارك، حاجة جميلة وتفتح النِفس. صدقيني أحسن وأوفر من الجاهز بكتير، يعني هتوفّري جدًا، جدًا، جدًا. يعني عشان هتعملي الكريب ده في البيت وهتعملي الحشوة، لو هتاكليه برّه، يعني أقسم بالله لو 5 أفراد هياكلوه برّه مش أقل من 500 جنيه وأكتر كمان، في الأكلة البسيطة اللي أنتم شايفينها اللي عملناها ب3 كوبايات من الدقيق وشوية مَيّة. شايفين ما شاء الله. وهاقول لِك برضه إن العجينة دي ونفس الرغيف ده هتفرديه في صينية وتدهني بدهنة من الزبدة بين كل رغيف ورغيف، وهتحشي لحمة أو تحشي فراخ أو تحشي سجق أو تحشي خضار أو تحشي جبن، هتطلع معاكِ أحلى صينية رقاق طري كلتيها في حياتِك. أنا مجرباها طبعًا، وعشان كده باقول لحضراتكم الكلام ده عن ثقة وعن تجربة. وإن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم، وإن شاء الله مش هتنسي اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، عشان اللي جاي أحلى إن شاء الله.
يلا قومي اعمليه حالا، مستنية ايه؟ ده انا بقولك 17 رغيف كريب، اقسم بالله 17 رغيف كريب عملتهم وانا واقفة، ما اخدوش وقت خالص، وعلى عين البوتاجاز، وما شاء الله شيء زي ما انت شايفة، مفيش اجمل ولا اروع من كده، مفيش اي صعوبة في كده. بس قومي انت سمي الله واذكري الله كده وصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، عشان يومك يبقى كله خير وبركة ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.